هلو هلو، قررت اعمل تحدي 10 اكلات تحت ال 200 جنيه وتكفي فردين. في السلسله دي انا هعمل اكلات مطاعم سهله لكن بميزانيه على قد الايد. اول اكله معانا هي البيف استراجنوف، اكله اصلها روسي لكن مع الوقت انتشرت في العالم كله وكل بلد بتعملها بطريقتها. يلا بينا نشوف طريقتي عامله ازاي. هبدا باني اضيف 300 جرام من اللحمه متقطعه بالشكل ده تقريبا بحوالي 105 جنيه. هعفرهم بعد كده بشويه بسيط قوي من الدقيق، وعليهم رشه من الفلفل الاسود ورشه كمان من الملح. انا بشوف في الخطوه دي مهمه الصراحه قبل ما ادي الصدمه للحمه. في طاسه اضيف شويه من الزيت وعليهم مكعب من الزبده. بعد كده اروح ضايف اللحمه بتاعتي من غير مسح من الطاسه على قد ما اقدر، وممكن اضيف عليها حته كده من الروزماري. ولما اللحمه تبدا تاخد معايا الكراست باللون اللي احنا شايفينه ده، هبدا اشيلها من مكانها، وفي نفس مكان اللحمه هضيف شويه من البصل. بعد كده اضيف عليهم شويه من المشروم اي نوع انا بحبه. هضيف شويه صغيرين كده من الدقيق، انا اوريدي كنت ضايف مع اللحمه في الاول، واقلب لحد الدقيق ما يبدا يختفي. ضايف عليهم كوبايه من المرقه، ويا سلام لو مرقه اللحمه. بعد كده هضيف 100 مللي من كريمه الطهي، ودول تقريبا ب 35 جنيه. ودلوقتي هظبط الملح والفلفل، وممكن اضيف بشرة صغيرة من جوز الطيب، هتفرق جدا في الطعم. وهرجع بعد كده اللحمة في الصوص اللي انا عملته، واسيبها تكمل سواها خالص وتتشرب من الصوص. وعلشان نكمل الاكلة انا احب اعملها مع رز او ممكن مكرونة عادي. هضيف شوية من الزيت، هنزل عليهم تقريبا بكوبايتين من الرز المصري. اضيف واحدة من ورق اللوري والحبهان. اظبط الملح، اضيف رشة من الفلفل الاسود ومعاهم نص مكعب من المرقة. بعد كده اروح ضايف المية المغلية، اسيب الرز يغلي غلوتين، وبعد كده اروح موطي النار خالص واقفل الغطا. وبكده بقى عملنا احلى اكله تحت ال 200 جنيه وتنزل في القلب على طول.